ومعانا المتهمين المشاركين في محمد رمضان. حضرتك انا مش متهم، هو ده السبب في كل حاجه. والله ده كداب، انا ما عملت اي حاجه. قول الحقيقه يا مصطفى. يعني انتوا كعملة بلد كبيرة زي مصر، مين اللي جمعكم واقنعكم ان يتعمل منكم بدلة رقص؟ حضرتك هو ده اللي قال لي فيه نحتها مع محمد رمضان في امريكا. قلت اكيد هنشتغل وراه في الفرقه، زي بقى فرقه سعد الصغير، فرقه احمد شيبه وايه والناس دي. قلت رقصتين على حركتين وايه واتعشت، اروح الاقي الكارثه اللي هناك دي وايه، وده عارف كل حاجه. والله ما قلت حاجه، ده كداب يا ابني. انا مش قلت لك الفنان عايزنا عشان يعلقنا على صدره؟ ايوه حضرتك، انا كنت فاكر ان هو هيعلقنا على صدره كوسام على صدره، ما اعرفش ان هو هيعملنا لا مؤاخذه كردان على صدره. والله كداب، عيب تبقى جنيه وكداب كده. ده احنا لو فلوس حرام مش هنعمل في بعض كده. يا عم اقعد. وانت ازاي تبقى جنيه ورق محترم كده وتسيبهم يشاركوا في المهزله دي؟ جنيه ورقه محترم يا حضرتك؟ ده كان عايز يشارك معانا بس الفنان الرافض وقال انا مش هاخد جنيه مقطع زيك. ايوه انا مش هنكر ده، بس انا خدت الفنان على جنب وقلت له يا فنان ايه رايك ما تداري بيا الحته الباينه دي؟ قال لي لا انا عايز اطلع باين لحمي. ومن هنا احب اوجه رساله للاهالي اللي عندهم الشباب واقول لهم علموهن ان الستر لن ينقص من جمالهن شيئا. طيب صحيح، ليه ما جمعتوش جنيهات فضه اكتر وكملتوا له بدله الرقص وسترتوه بدل الفضايح دي؟ عشان حضرتك في ازمه فكه في البلد، وبعدين انتوا بتحاكمونا احنا ليه؟ ما تروحوا تحاكموه هو، ولا عشان هو نمبر 1 يعني؟ لا لو هو نمبر 1 فاحنا 1 باوند. طب اهدى بس اهدى. بعدين انت ايه اللي جايبك هنا اصلا؟ انت مش متهم معاهم. جيت عشان افكركم بيا، ده احنا من كتر ما اتنسينا طلعوا علينا ان احنا اتلغينا. وهو بقى الفنان بتاعكم ضحك عليكم واقنعكم ان هو لما يجمعكم انتوا الجنيهات الفضه اخواتكم ويعمل منكم ملابس داخليه، ده هيحسن حاله مصر الاقتصاديه، صح؟ حضرتك هو قال لنا اتجمعوا كلكم وراح مجمعنا انا وكل اخواتي الجنيهات، وقال لنا انا عايز اقدم بيكم رساله، عايز ابرز حاجات معينه، اوضح حاجات معينه للناس. فاحنا قلنا اكيد هيبرز حاجه ويوضح حاجه، ما نعرفش ان لا مؤاخذه الحاجات اللي هيوضحها دي لا مؤاخذه حاجات. ايوه صح بالظبط. وانا كنت اعرف منين لا مؤاخذه ان الحاجات اللي هيبرزها دي لا مؤاخذه حاجاته؟ لا كنت عارف، وهو جمعهم قبل ما يسافروا وقال لهم ان هو هيخرجهم من الجناب وهيشبكهم في بعض، وانا قلت له يا ابني بلاش من ساعه لما ربع جنيه اتخرم وما بقاش نفع في اي حاجه. والله كداب، انا ولا عارف اي حاجه. يا ابني انا مالي، هو ده اللي بيتكلم وانت بقى علقت. تمام، وانتوا وافقتوا ورحتوا معاه عشان يشخرمكم بالشكل ده؟ ايوه، والراجل الكبار اللي عامل نفسه عاقل ده كان موافق ان هو يتخرم معانا عادي. والله انا ولا عملت اي حاجه يا ابني بقول عليه هو انت ايه؟ هو ده حضرتك كان موافق ان هو يتخرم معانا عادي. قلت له بلاش، راح قال لي ايه يعني اتخرم احسن ما تشخرم، وده يشخبط عليا وده يسلك بيا ودانه وده يسلك بيا اسنانه واخش في اماكن انا مش عايز اخشها. قلت كده ولا ما قلتش؟ لا ما قلتش كده. انا لما لقيت ان الموضوع فيه اخرام وبيرسنج وحلقان وحاجات قله ادب خدت بعضي ومشيت. طيب في النهايه تحب تقول ايه للي بيهاجموكوا؟ لا اللي بيهاجمونا دول حقهم، انا رسالتي للي بيدافعوا عنه وبيقولوا ان اللبس اللي كان لابسه ده لبس الفراعنه. فراعنه ايه اللي كان على ايامهم الجنيه الفضه؟ هو الفكه كانت على ايام الفراعنه يا ابن الزياطه انت وهو؟ بس خلاص اهدى. ده ايه بس حضرتك؟ ده بقى بيقولوا الفضه كانت ايام الفراعنه، ده ناقص يقولوا ان الفراعنه نقلوا حضرتهم عن طريق الانستا باي. هو اي يدفعوا خلاص يعني؟ انت لو ما تميزتش عننا هيقولوا مميز اهو، الكرياتيف ابن الكرياتيف اهو، المولود بره الصندوق اهو. بس في ناس بتقول ان هو عمل من العمله المصريه ملابس داخليه عشان يعلي من شأن مصر. شأن مصر ايه اللي يعليه لما يعمل من الجنيهات المصريه ما قطعه واحده؟ طب ما بقى لو عايز يعلي فعلا ما يعلي من شأن امريكا اللي هو راحها ويعمل من الدولارات بوكسرات ويلبسها. طيب تحب تقول اي حاجه في النهايه؟ ايوه احب اقول لكل واحد عايز يطلع ترند لما تحب تهزها عشان تجيب رزقها ابعد عن مصر واسمها. وانت فين انت؟ طلع الصاجات وروح اتحزن.